أهلا بكم متابعي قناة ملوك الزراعة. اليوم سوف نتعلم طريقة زراعة النعناع. لاحظوا من أعواد نعناع يابسة. لاحظوا هذه الأعواد النعناع يابسة جدا، وبعض الأشخاص يعتبرها تالفة، فنستطيع أن نقوم بزراعة النعناع عن طريق هذه الأعواد اليابسة والتي يعتبرها الكثير تالفة. الطريقة بسيطة جدا. لاحظوا معنا هذه أعواد كانت يابسة بنفس الطريقة وزرعناها، والحمد لله كما تلاحظون النعناع ظهر. والآن ضروري جدا أن نقوم بنقل هذه الغرسات في تربة حتى تنتشر وتتكاثر. طبعا الطريقة بسيطة. نحضر هذه الأعواد اليابسة من النعناع ونلاحظ وجود بعض الجذور في هذه الأعواد. طبعا نقوم بقص، لاحظوا نقوم بقص النعناع بهذا الشكل. نضعها في كأس ماء، في كأس، ونضيف الماء. ونتركها في مكان يعني يوجد فيه هواء وضوء، مثلا في الطاقة أو في البلكونة أو في أي مكان. ونتركها لمدة 10 إلى 15 يوم. طبعا هذه لها 15 يوم. لاحظوا ما شاء الله تبارك الله كيف أصبحت. وبعد 15 يوم يعني خلال 10 أيام نلاحظ أن النعناع بدأ يتفرع وتظهر الفروع الجديدة الخضراء. وبعد 15 يوم نلاحظها بدأت بهذا الشكل، تكون الأغصان كبيرة. طبعا بالنسبة لهذه فضروري جدا أن نقوم بنقلها وغرسها داخل تربة حتى تبدأ تنتشر وتتكاثر. وبالنسبة لهذه نتركها لمدة 15 يوم، وبعد ظهور الأوراق الخضراء نقوم بنقلها في التربة. الطريقة بسيطة جدا. نتمنى لكم الفائدة، وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله.